بتبدأ حكايتنا وبنشوف واحدة بتسأل بتقول ايه اللي انت عايزه؟ الشرف او الفخر او القوة والسلطة، المال والغنى ولا الانتقام او تتعدى كل ده؟ بعد كده في راجل بيتكلم وبيقول عشان ايه بتخاطر بحياتك؟ عشان تطلع البرج. وبيظهر بعدها وحش كبير شبه الافعى بجناحات، والراجل بيكمل الكلام وبيقول ايا كان اللي انت عايزه هتلاقيه هنا. وبينزل الوحش ده وبياكل الشاب اللي كان واقف، والراجل بيقول اهلا بيك في برج الملك. والبنت بتحكي وبتقول اطلع البرج وكل حاجة هتبقى ملكك في قمة البرج، لان هناك في كل حاجة في العالم وتقدر تحصل عليه كله وتقدر تبقى الملك. هي دي قصة راهيل البنت اللي حبت تطلع البرج عشان تقدر تشوف النجوم، ويورو الولد اللي ما كانش محتاج اي حاجة غيرها. وبعد كده بيظهر يورو وهو بيجري ورا راهيل في مكان مجهول، وبتقول له انا اسفة، وهو بيحاول يمسكها وبيسألها انت رايحة فين؟ فراهيل بتقول له انا هطلع البرج، ويورو بيقول لها انا وراكي لحد لما اموت. لكن راهيل بتنور وبتختفي فجأة، وبيفتح باب وفي ضوء ابيض وبيرجع يتقفل تاني، وفي صوت بيكلم يورو بيقول له تقدر تلاقي الاجابة دايما في قمة البرج. وبيفتح الباب تاني وبيدخل فيه يورو، وبيظهر ان الاختبار الاول اسمه ثعبان البحر الفولاذي والكرة، ويورو بيكون مغمى عليه، ولما بيفوق بيقول انا فين؟ فبيظهر له شخص شبه الارنب بيعرفه على نفسه وان اسمه هيدون وهو حارس البرج. ويورو بيستغرب ان ده البرج، وهيدون بيرحب بيه. فيورو بيستغرب انه عارف اسمه ازاي، وبيساله انت كلمتها؟ انا اتبعت راهيل لهنا. هيدون قال له تقدر تلاقي الاجابه دايما في قمه البرج، هل هتعمل الاختبار المطلوب عشان تطلع؟ وبيظهر له بعدها مكان التعبان، وبيقول له القواعد بسيطه، لو دخلت القفص وقدرت تكسر الكره دي وتتجنب تعبان البحر الابيض الفولاذي ده هتنجح، هل هتقدر ولا هتستسلم؟ فيورو بيطلع يجري عشان يدخل القفص، لكن بتيجي بنت اسمها يوري وبتضربه وبتقول له هو انت غبي بس بلغه تانية. وبيجي واحد معاها وبيقول لها هو مش فاهمنا، وبيطلع كره بيضه وبتتحول لضوء على يورو وبتختفي بعدها. وبيساله اذا كان فاهمهم ولا لا، فيورو بيقول له ايوه فاهمكم، وبيعرفوه ان الكره اللي استخدموها عليه دي غاليه جدا عشان هي مش مجرد مترجم، دي كمان بتمثل خيط حياتهم في البرج، وبتكون ظهرت جنبه كره سودا. وبيقول له بعد كده بص على الكره السودا وقول لها وضع الاخفاء. فيورو بيبص عليها وبيقول وضع الاخفاء، وفعلا بتختفي بعدها. وبيعرفه انه لو قال وضع الاظهار هترجع تاني. فيوري بتقول له انت غير اعتيادي، انت واحد غريب داخل تفتح بوابات البرج بنفسك. والواد اللي معاها بيقول لها احنا ورطنا نفسنا مع واحد غير اعتيادي ضعيف. بتقول له يعني انت مش مهتم لو التعبان كله؟ هيدون بيقول لها اكيد انت السيده يوري اميره جهاد، ولو الملك عرف عنك هيعدمك. وبعدها بتحاول تقول له لو انت قلت للملك، فبيقطع كلامها وبيعرفها انه بيحافظ على النظام في البرج وعشان يضمن رخاء العائله الملكيه. فبتقول له انت ليه بتديله اختبار صعب جدا زي ده؟ حتى الناس اللي في الطابق ال20 بيواجهوا صعوبه في التعامل مع التعبان الفولاذي. فبيقول لها صعب ايه؟ ده شخص غير اعتيادي. فيوري بتسال صاحبها بتقول له انت حاسس بقوه خفيه فيه او هيتحول فجاه؟ فبيرد عليها بيقول لها هو باين عليه رشيق. فيوري بتقول له هيدن شفت ايفان بيقول كده، وايفان ده بيكون صاحبها. وبتقول لهيدن انت ما تعرفش تقلل اختباره شويه بما انك المشرف على البرج؟ فهيدن بيرد عليها انه المشرف على البرج ولازم يتاكد انه جدير بكده. فيورو بيقول لها شكرا وبيمشي عشان يروح يفتح القفص. فيوري بتقول له انت بتحاول تطلع البرج وانت بالجهل ده، انت اكيد عايز تموت. فرد عليها قال لها بس كده احسن من الاستسلام. فهيدن بيقول لها لو انت عايزاه يكسب الاختبار وتساعديه ما تديله مارس الاسود، اعتمادا على اللي بيستخدمه يمكن للسيف جهاد الاسطوري ده انه يكون كتله من الرصاص او سيف يقطع اي حاجه. فايفان بيقول لها اكيد لا، الأميرة بس هي اللي تقدر تستخدم السيف. فيوري بتقول لقائمة الأسلحة وضع الإظهار، وبتطلع السيف وبتديه ليورو. فإيفان بيسألها سيدة يوري أنت وقعت في حب الولد ده من أول نظرة؟ فيوري بتقوم ضرباه على دماغه عشان يخرس، وهو بيقول لها أنت فاكرة إن هو الغير اعتيادي اللي هيغير البرج؟ فيوري لما بيخش القفص التعبان بيهجم عليه عشان ياكله، بس هو مش بيتحرك. ويوري بتحاول تجري تساعده، لكن هيدون بيوقفها وبيقول لها لو ساعدتيه أكتر من كده هيسقط في الاختبار. والتعبان بياكل يورو فعلا، ويوري بتحاول تدخل عشان تساعده، وبعدها إيفان بيوقفها وبيقول لها هو كده عمل الصح عشان ما حدش بيقدر يهرب من التعبان الفولاذي، فالحل الوحيد انه يدخل جوه ويضربه من جوه. وفعلا يورو بيخرج من بق التعبان وهو قاطع لسانه، وبيقع يورو على الارض بعدها. وايفان بيكمل كلامه ان التغلب على الخوف بالموت هو الاجابه على الاختبار ده، وان الولد ده كان عنده حاجه اعظم من خوفه من الموت، ده كان عنده حاجه تخليه يواجه الموت. وبيروح يورو للكره وبيضربها بالسيف لكنها مش بتتكسر، وهيدون بيضحك وبيقول الاختبار لسه ما بدأش. ويوري بتساله هي ليه الكره مش بتتكسر؟ قال لها مش هقدر اجاوبك على السؤال ده. ويورو بيفضل يضرب الكره كتير بالسيف عشان تتكسر، وبيفتكر يورو وهو كان صغير في مكان تاني وكان واقف على تل من الصخور وماسك طوبه بيضرب بيها السقف وبيحاول يكسره لكنه بيقع، وبيرجع يطلع تاني وبيفتح السقف وبيشوف راهيل وبتقول له انت بتعمل ايه تحت؟ ولما بيطلع بتقول له يعني انت مش فاكر اي حاجه؟ ما تقلقش انا هنا معاك. وبيفضل يفكر في ذكرياته عن راهيل وبيفضل يزعق عشان هو بيكسر الكوره. فالتعبان بيصحى تاني وبيهجم عليه، وايفان بينادي عليه وبيقول له اتكلم مع مارس الاسود، قول له انه يديك قوته. ويوري بتقول له ده
مستحيل، السيف مستحيل يسمع كلامه. يورو بيكلم السيف وبيقول له ارجوك اديني قوتك، وفعلا بتطلع قوه كبيره جدا لدرجه ان التعبان بيطير بعيد عنه وبيخبط في القفص. وبتطلع له بعد كده واحده جميله وبتقول له انت عايز تاخد قوه عشان تطلع البرج؟ يورو بيقول لها لا انا مش عايز البرج، انا عايز قوتك انت عشان اعرف اشوف رهيل تاني. فبترد عليه بتقول له انا هديك قوتي المره دي. ويورو بتستغرب وبتقول انا طلبت منها كتير تديني قوتها وهي مش بترضى ابدا. والكره بتتكسر بعدها والتعبان بيهجم عليه تاني، لكن يورو بيختفي. ويوري بتسال هم راحوا فين. هيدن بيقول لها انه طلع للطابق التاني. ايفان بيقول لها ده طلع ومعاه مارس الاسود، هنعمل ايه دلوقتي؟ بتقول له هنطلع وراه. فبيقول لها بس احنا ممنوعين من دخول ميادين الاختبار. فبتقول له الحياه ملهاش معنى من غير المغامره، وبتمشي بعدها. وهيدن بيقول انا مهتم اعرف ايه اللي هيحصل. بعد كده البنت اللي طلعت من السيف بتقول ليورو لو حتى ان اجتمعنا من جديد مش هتكون الامور زي الاول ابدا، عشان لما تتقابلوا تاني هتكون عاشت شويه من غيرك. وهو وقتها بيكون نايم، وبتقول له خليك نايم عشان الطريق قدام هيبقى صعب. وبيظهر اسم الاختبار التاني وبيكون اسمه الاختبار الاعتيادي. ويورو بيصحى بعدها وبيلاقي نفسه في ارض كلها مزروعه قمح، وبيكونوا في النهار، وبيكون في مكعب اسود طاير في الهواء، وبيقول لهم اهلا بيكم ايها الاعتياديون في الطابق الثاني من البرج، خلونا نبدا الاختبار الاول. وبيشرح القواعد الاولى وبيقول في 400 اعتيادي في المجمل هنا، وقللوا العدد في الوقت المحدد ل 200 استخدموا اي مهارات. اول لما يوصل لعدد 200 هينتهي الاختبار فورا، وتقدروا تشوفوا العدد والوقت الباقي في الكره اللي جنبكم. وبتظهر بعد كده ناس كتير موجوده في اماكن كتير في نفس الطابق ده. ويورو بيطلع يجري بيلاقي قدامه راجل ضخم بيحاول يقتله، وبيقع يورو على الارض وبيطلب المساعده تاني من السيف، لكن الراجل بيحاول يقتله فعلا. بس في حد بعدها بيطلق اسهم على الراجل ده وبيقضي عليه، وبيحاول يضرب على يورو بس فجاه في واحد تاني بقناصه بيقضي عليه وبيحاول يضرب يورو، بس هو بيفضل يجري بعدها. وبيجي واحد من ورا القناص وبيشيله وبيرميه. ويورو بيقول وهو بيجري عشان اقدر اطلع الطابق اللي عليه دور لازم انجو بحياتي الاول. وبيفضل العدد يقل لحد 289، وبيكون في اكتر من معركه في اماكن كتير، والمعركه بتكون على اللي يقضي على التاني. وبيظهر اللي ضرب القناص وبيكون شكله زي التمساح، وبيدور على فريسه كويسه، وبيشوف يورو وبيعرف انه معاه سلاح قوي جدا. وبيروح ولد تاني بشعر ازرق ليورو، ويورو بيوجه السيف عليه، لكنه بيقول له المفروض توجه السلاح على اللي وراك. وبيكون وراه تمساح، وبيكون يورو كده واقف وسط 3 اشخاص. وبعد كده بنشوف ذكريات ليورو وهو مع رهيل، وكانت بتعلمه ازاي كتب اسمه واسمها، وهو بيسأله يعني ايه الصراع. فبتقول له انه يأذي حد او يضربه، وبتسأله هتعمل ايه لو حد اساء ليا بالكلام، هتتصارع معايا صح؟ فبيقول لها قالت له هو ده المقصود بالصراع. بعد كده بنرجع تاني للمعركة، وبيكون التمساح عايز يورو يستسلم، والولد التاني بيسأل يورو بيقول له هو ده حيوانك الأليف؟ والتمساح بيتعصب وبيقول لهم انا مش تمساح، بيقول لهم اسم راك. فراك بيقول له هصطاده عشان انا ببقى اقوى في الصيد. فبيرد عليه بيقول له شخص تاني بيخلي الناس تتحكم بيه، كلكم بتتبعوا كلام الملوك لما قالوا تقضوا على 200 شخص. فراك بيهجم عليه بس هو بيتفادى الهجوم، وبيقول لهم انا همشي عشان عايز حلفاء اقوياء يطلعوا معاه للبرج. وبياخدوا يورو معاه وبيجري، وبيتعرف على يورو وبيعرفوا ان اسمه كون. وبيسأله انت جبت سيف مارس الاسود منين؟ وبيحكي له ان السيف ده من جهاد ملك البرج، وده للاميره اللي هو اختارها، بس ازاي حد جديد زيك وشاب انه يكون معاه؟ يورو بيقول له هي سلفتني السيف بس عشان عايز اشوف حد. وبعدين بنلاقي بنت لونها اخضر ومعاها سيف اخضر بتهجم على واحد تاني سياف، وبتحصل بينهم معركه قويه جدا، وفي واحد تاني بيتفرج عليهم بس هم مش مهتمين بيه. وكون بيقول ليورو وهم ماشيين ان باقي 268 ما عادش غير شويه قليلين. وبيسال يورو بيقول له انت ما قتلتش حد قبل كده؟ ويورو بيقول له تقريبا عشان انا مش فاكر الماضي، انا فاكر بس الحاجه اللي اتعلمتها من رهيل واللي انا عايز اشوفها. فكون بيقول ليورو خلينا نتحالف مع بعض عشان انا فكرت ان بدل ما نقتل 200 شخص هدور على اصحاب في ال 200 الناجين. وبيقول لنفسه ده شاب اثار اهتمام امير الجهاد، فالتعاون معاه مش هيضرني في حاجه. والراجل بينزل فجاه وراهم وبيحاول يقتلهم، بس بيقف لما بيسمع صوت بيقول النهايه، وبيبارك للناجين من الحرب، واللي لسه بيقاتل بعد الحد الزمني هيفشل في الاختبار. وبيبصوا على العدد بيلاقوا 200 بالظبط. وبنرجع للاثنين السيافين اللي منهم البنت الخضراء، وبيكونوا دمروا مكان كبير جدا بسبب القتال ما بينهم، بس وقفوا عشان العدد اكتمل. ولما اللي بيراقبهم بيكلمهم بيتجاهلوه، والامتحان التاني بيبدا، وبيكون انهم يلاقوا 2 حلفاء في 5 دقايق، وهتنجح طالما ال3 لامسين بعض بعد العد التنازلي. وكون بيقول ليورو احنا كده المفروض نتحالف معاه. وبنرجع بعد كده للاثنين السيافين، والواد التالت بيقول لهم احنا هنتحالف كلنا. وفعلا البنت الخضراء بتقول ان اسمها انا، والتاني بيسلم عليها وبيقول لها ان اسمه هانز، وبيتجاهلوا التالت وبيمشوا، وبيقولوا عايزين نشوف حليف تالت، وهو بيقول لهم ان اسمه شيبيسو. والتمساح بيكون
بيجري ورا كون ويورو وبيحاولوا يكلموه انه يتحالف معاهم، بس هو بيقول لهم انا مش هتحالف مع فارستي. وكون بيقف وبيقول له خلاص انا هقتلك وهجيب حليف مكانك، بس يورو بيقول له لا. وبيكلم التمساح راكو بيقول له انت عايز تصطادني مش كده؟ فبيقول له ايوه عشان ابقى اقوى. فبيقول له خلاص يلا نتقاتل بعدين. فبيرمي السيف والتمساح بيستغرب جدا وبيقول له ارفع سلاحك، بس يورو مش بيرضى. وكون بيبص على العد التنازلي بيلاقي ان ما عادش غير دقيقتين بس، وبيروح قايل للتمساح مش انت عايز تلاقي فريسه اقوى؟ قال له ايوه طبعا. رد عليه قال له خلاص اتحالف معانا عشان تطلع الطابق اللي فوق وهتلاقي فرائس اقوى بكتير. فبيقول له ما تحاولش تضحك عليا، وبعدين انا اللي بقرر فين مكان صيدي، مش بيهمني ارتفاع الطوابق. وبيضرب كون وبنعرف ان لسه 10 ثواني بس على انتهاء الوقت، وبيجري عليه كون وبيمسكه وفي نفس الوقت بيجري عليه يورو وبيلمسه في اخر ثانيه. والتمساح راك بيتضايق جدا، ولما بيطلعوا للطابق اللي فوق كون بيبص على العدد وبيقول العدد حوالي 120 بس اللي نجحوا، وبيكون راك لسه عايز يقتل يورو بس كون بيحاول يهديه وبيديله شوكولاته وبتعجبه جدا وبيطلب منه يديله كمان. وبيكون شيبيسو اتحالف مع هانا وهانز بيحاول يكلمهم بس هم لسه بيتجاهلوه، وفي اتنين بيحاولوا يتعاركوا سوا بس في حد بيقول لهم ممنوع القتال وقت الاستراحه. فبيسالوه انت مين؟ بيرد عليهم بيقول لهم انا مشرف الاختبار واسمي ليرو. فبيقولوا يعني انت مصنف؟ ويورو بيندهش انه وقف القتال بكلمتين بس، وكون بيقول له انت ما تعرفش المصنفين. وبيساله هم مين؟ فبيقول له دول الناس اللي طلعت البرج للقمه مكان وجود الملك جهاد، ودول ناس قليلين جدا. والمشرف ليرو بيقول لهم نجح منكم عدد كبير وبسبب كده لازم انقي منكم عدد قليل، وبيعمل تقنيه قويه جدا. وكون بيقول ان ده ماء مقدس ومن قوته بيبعد كل المنافسين، وبيقول ان الماء المقدس هو منبع قوه البرج واننا بنتنفس بسببه، وكل اللي في البرج بيستعملوا الميه دي في القتال، وعمل منه حيطه. وبيقول هينجح بس الفريق اللي هيعدي الحائط ده. وكلهم بيسالوا لازم الفريق كله؟ بيقول لهم ايوه، حتى لو اتنين عدوا والتالت ما عرفش الفريق كله هيخسر. كون بيفكر وبيقول لنفسه ان التمساح قادر انه يعدي كثافه الماء دي بسهوله، المشكله هتبقى في يورو. وبيتفاجئ ان يورو عدى الجدار المائي وبيكلم ليرو وبيقول له انا ما حسيتش بيه وعديت منه بسهوله، هل هرجع تاني؟ بس بيرد عليه بيقول له لا انت كده نجحت. كون بيقول مش معقول احنا كنا جنبه والميه صدتنا. وليرو بعدها بيقول لقد وصل الوحش، وبيبص على يورو. بعد كده الكل بيحاول يعدي الجدار المائي بس مش عارفين، ويورو بيكون قاعد جنب ليرو، وليرو بيقول له ايه رايك نتسلى شويه ونراهن على اول واحد هيعدي الجدار المائي، ولو انت كسبت هجاوبك على اي سؤال انت عايزه، بس لو انا اللي كسبت هتجاوبني على كل اسئلتي. ويورو بيقول لنفسه انا لازم اختار كويس عشان ما اخسرش. والاتنين في نفس الوقت بيختاروا البنت اللي لونها اخضر اللي هي اناك. ليرو بيساله اختارها ليه؟ فبيرد عليه بيقول له مجرد حدس، وفعلا اناك بتعدي بسهوله وكمان هانز بيعدي. وليرو بيقول له كده تعادل، بس التعادل مع مصنف ده انجاز في حد ذاته وانا هجاوبك على اسئلتك. فيورو بيساله انت شفت هنا بنت بشعر اصفر وعندها نمش؟ بيقول له لا. التمساح بيحاول انه يقرب من الجدار بس كون بيشده، بيقول له خلينا نراقب اللي بيعمله الناس. ليرو بيقول له ده سؤالك؟ فبيقول له لا. مين هم غير المختارين؟ ليرو قال له غير المختار هو شخص مش بيتبع قواعد البرج. البرج بيتقسم ل3 اجزاء، البرج الخارجي والمعروف بالمنطقه السكنيه، والبرج الداخلي مكان ما احنا موجودين دلوقتي واللي يمكن المختارين بس انهم يطلعوه، واخيرا المنطقه المتوسطه واللي بتوصل بينهم. وشيبيسو بيحاول بكل جهده انه يعدي الجدار المائي بس مش بيقدر، وبتيجي بنت بتتنمر عليه وبتقول له البرج مش للناس الضعيفه اللي زيك، ده مكان للبنات الجميله اللي زيي. وبتيجي تعدي الجدار بتخبط فيه ومش بتعرف تعدي. وليرو بيكمل كلامه مع يورو بيقول له ان الاغلبيه بيقضوا حياتهم في البرج الخارجي وبيتم اختيار بعضهم على ايد مشرف البرج هيدون. فيورو بيساله بيقول له يعني كده الكل اتولد وكبر في البرج؟ فبيقول له اكيد. فيورو بيقول لنفسه يعني كده انا وراهيل بس اللي من العالم الخارجي؟ بعد كده بيعدي واحد كمان الجدار. فليرو بعدها بيقول ليورو ان اللي بيدخلوا البرج من غير ما يختارهم هيدون هم اللي بيتسموا بغير المختارين. وبيساله يورو يعني الغير المختارين دول ناس وحشه؟ قال له لا، غير المختارين اللي ظهروا في البرج اقوياء جدا. بعد كده بيكون الراجل القناص متضايق جدا وبيقول ازاي نخسر؟ لو ما عدناش الجدار ده انا مش بيهمني، اذا كنت مصنف او لا انا اقدر اهزمك بسهوله. ليرو بيدخل وبيقول ان مفيش حدود للماء المقدس وبيعمل حواليه هو والقناص ميه كتير، والقناص مش بيكون قادر. وليرو بيتكلم وبيقول له ممكن يديك قوه لا نهائيه، ده لو قدرت تتحمله اصلا، وفي الطابق ال30 هيكون عليك انك تتحمل ماء مقدس بنفس الكثافه دي يوميا. بعدين بيسيبه وبيمشي. وبعد كده كون بيقول للتمساح يلا بينا، بيقول له يلا وبيعدي التمساح الجدار، وكمان كون بس بتتعلق الشنطه بتاعته واللي دايما شايلها في النص لكن بيخرجها برضه. وليرو بيقول ليورو اتمنى ان اقابلك تاني قريب وانصحك ما تقربش كتير من كون. وشيبيسو بيعدي بالقوه من الجدار وكمان البنت اللي كانت بتتنمر عليه وبيفرحوا جدا. وفي الاخر بيكون عدى عدد من الناس وهيبدا الاختبار الثالث، وفي حد بيقول كلام غريب وبيبتسم، والاختبار الثالث هيبقى اسمه الباب الاحمر. وبنعرف بعد كده ماضي كون وان عيلته تم نفيها بسبب معركه خسروها، واخته اتخلت عنه وخانته، وامه كانت بتقول له يا اجيرو ما تثقش في حد غير نفسك. وبنرجع تاني لمكان الاختبار وبيكون يورو مش عارف يعني ايه سما، والتمساح بيفضل يتريق عليه. وبعدين بيفتكر لما راهيل كانت بتعرفه عن النجوم وان محدش يعرف يشوفها غير وهو على قمه البرج، والتمساح بيفضل يضحك عليه وبيقول
له انها اسطوره، وكون بيقول له انا محتار هي ليه راهيل سابتك وطلعت البرج لوحدها وليه فضلت بتعتني بيك فتره كبيره. وبيسمعوا كلهم صوت حد بيصوت وبيسالوا ده صوت ولا ده الاختبار الجديد، باين عليه خطير جدا. بعد كده الفريق اللي عليه الدور بيخش وبيكون في عداد وقت لكل فريق، وبيكون الوقت 10 دقايق، وبرضه بيسمعوا صوت سويت منهم اكنهم بيتعذبوا، وبيكون يورو وكم متوترين من اللي بيسمعوه. فبيجي واحد من وراهم بيقول لهم شكلكم متوترين، عايز اعرفكم تلميح عن اللي بيحصل. فبيسالوه انت تعرف ازاي؟ فبيقول لهم ده استنتاج من ذكائي. وبيقول لكم ازاي هتعرف ومفيش اي دليل خالص. فبيقول له اكتر دليل الوقت، وان كل فريق ما صرخش لحد دلوقتي غير لما تجاوز الاختبار بحدود 5 دقايق. رد عليه يورو قال له معنى كده اننا لازم نخلص الاختبار قبل 5 دقايق، وبيشكره. لكن كون بيقول له انت اللي بتشكره، هو عرفنا عشان لو خلصنا الاختبار في 5 دقايق يبقى كلامه صح، غير كده بيحاول يستنتج حاجه تانية. فبيرد عليه الشخص تاني بيقول له الحذر كله هيبقى منك لو ما كنتش تعرف يا ابن عائله كون المنبوذه. كون بيطلع الخنجر بتاعه وبيهجم عليه عشان اتعصب جدا، لكن بيسيبه في النهايه ومش بيعمل له حاجه. والبنت بتنده على الفريق اللي عليه الدور وبيكون فريقهم، وبيدخلوا الاختبار. فبيلاقوا واحد جوه بيعرفهم على نفسه وان اسمه يوهان، وهو المشرف على الاختبار ده. وكون بيسال نفسه هو بيعمل ايه هنا، ويقصد بكلامه يوهان. ويوهان بيعرفهم ان شرط النجاح في الاختبار هو فتح الباب الصحيح، وطبعا بيكون موجود 12 باب. وبيعرفهم ان الاختبار مدته 10 دقايق، فبيطلبوا منه اي تلميح، بس هو بيقول ان كل ده اللي ينفع يعرفوه. فالتمساح بيتضايق جدا وبيفضل يزعق، لكن كون بيحاول يفكر ازاي يحل اللغز ده، وبيرجع يفكر في كلام الشخص اللي كلمهم قبل الاختبار. بعد كده بيفتكر كلام امه انه ما يثقش في حد، وبعد كده بيشوف اخته ومش بيصدقه، وبيفضل يفتكر ذكرياته المؤلمه وهو بيحل اللغز. وقبل الوقت ما يكون عدى 5 دقايق بثانيه واحده، التمساح راك بيفتح باب وبيطلع هو الباب الصحيح، وبيعرفهم يوهان انهم نجحوا في الاختبار، وان اي باب هيفتحوه كان هو الصح، بس لازم قبل 5 دقايق من الوقت. فكون بيسال يوهان ايه المقصود من الاختبار ده، فيوهان بيقول له ان جرح الاميره عميق جدا وبسببه ما عادتش تثق في حد، والعالم مش مستني ذكائك، لازم يكون عندنا اصحاب يفتحوا الابواب بلا تردد. وبعدين انت مش عايز تحمي العينين دول، ويقصد بكلامه يورو. وبعدها بتكسب كذا فرقه في الاختبار، من ضمنهم شيبيسو وفرقته، وبيكون هو اللي قدر يعرف طريقه حل الاختبار. بعدين بيجي الشخص اللي كلمهم قبل الاختبار وهو واقف قدام يوهان، وبيقول له انا عرفتهم طريقه حل الاختبار، ليه كنت عايز نعمل كده؟ فبيقول له كنت عايز اعرف لما هم يعرفوا الطريقه ده هيعطلهم ولا هيساعدهم. بعد كده بيظهر 3 اشخاص وهم بيكسبوا اختبار، ويوهان بيكلم مشرف الاختبار الاول بتاعهم وبيقول له ازاي مفيش غير 3 اللي نجحوا في الاختبار بس. فبيرد عليه بيقول له انا كنت بشرف على الاختبار الاول والتاني، فخليتها ساحه قتال مفتوحه. فيوهان بيقول له ال3 اشخاص دول قضوا على كل المختارين في اول 30 دقيقه بس، هل كان بينهم واحد غير مختار او اميره جهاد؟ وبيعرفوا ان موضوع الاختبار ده لو وصل للمسؤولين هنضيع فيها احنا الاثنين، بس انا هحاول احلها. وبيتصل على حد اسمه ليرو، وبيروح يورو يجيب حاجه يشربوها، وبيقابل شيبيسو وبيتعرفوا على بعض، وبيعرفوا بعض على فرقهم. وبعد كده بيدخل ليرو عليهم وبيقول لهم انه عنده اخبار كويسه ليهم، وبيعرفهم ان في اختبار زياده، والفريق اللي هيعديه اكنه عدى من كل الاختبارات وهيكسب حق طلوع البرج. وبيكون الكل متحمس جدا، وليرو بيقول لهم يعني كده استنتج انكم كلكم هتشاركوا في الاختبار. والاختبار الرابع بيكون اسمه لعبه التاج، وبيشرح لهم بعد كده قواعد الاختبار، وان كل 5 فرق هتشارك سوا على اللي ياخد التاج، وهتبقى من 5 جولات كل واحده 5 دقايق. والعضو اللي هياخد التاج يلبسه ويقعد على كرسي لحد نهايه اللعبه، وكمان صحابه يدافعوا عنه لحد النهايه من ال4 فرق، وتخسر ال4 فرق الباقيين. والجوله الثانيه هيدخل 4 فرق تانيين، وهتنتهي اللعبه لو اللي لابس التاج ده نزل من على الكرسي. وقتها بتخسر ال5 فرق وبنجيب 5 فرق مكانهم، والفريق اللي معاه التاج لاخر اللعبه هو اللي هيكسب. وبيعرفهم ان في فريق من ساحه اختبارات تانيه هيشارك معاهم، وكل فرقه هي اللي بتختار تبدا في اي جوله، وبتبدا الجوله الاولى وبيكون مشارك فيها فريق شيبيسو وقدامهم فريق كمان. واناك بتقول لهم سيبوا الفريق ده ليا، وفعلا بتقضي على ال3 لوحدها، وكل الفرق الباقيه بتستغرب من قوتها وسلاحها، وبيحاولوا ال3 يجروا ياخدوا التاج، بس هي بتمنعهم وبتعمل اعصار قوي جدا بسلاحها، وبتقعد هي على الكرسي وبتلبس التاج، وصحابها هم المفروض اللي هيحموها. وبيكون خلاص هتبدا الجوله الثانيه، واللي عايز يشارك فيها يضغط على الزرار ويدخل. ولكن يورو بيشوف راهيل في الفريق اللي جاي من ساحه ثانيه، ويورو بينده على راهيل اكتر من مره، بس هي مش بترد عليه. وكون بيساله هي دي اللي كنت بتدور عليها، بيقول له بس ما بقتش هي. وشيبيسو بيحاول يقنع اناك انها تنزل ويقعد هو مكانها عشان هو الضعيف، بس المشرف بيقول لهم لو نزلت من على الكرسي هتخسروا. وبيعرفهم ان القواعد كانت مكتوبه في غرفه الانتظار، وما يعرفوش يرجعوا تاني الغرفه دي والا هيخسروا، وحتى لو دخلوا بتاعت حد تاني هيخسروا. وهانز بيقول له انت قلقان ليه؟ احنا هندافع عن العرش بمهارتي في السيف وكمان مهارتك في القتل. وبيكونوا قدام الفرق اللي عايزه تشارك 5 ثواني، والتمساح بيكون عايز يضغط على الزرار، بس كون بيوقفه وبيقول له لسه شويه. وبيدخل فريقين بس في الساحه، ومنهم فريق بيكون فيه الراجل اللي دايما نايم وبيواجهوا شيبيسو، وهانز بيهجم عليه 2 بس من الفريق التاني، ولكن بيقدر عليهم وبيقول لهم اهجموا عليا كلكم. وشيبيسو بيهجم عليه البنتين اللي في الفريق
الفريق التاني، بس برضه بيتصدى ليهم لوحده، والتالت بتاعهم بيكون نايم، والبنتين بيهجموا على شيبيسو تاني، واحده بتكتفه والتانيه هتطعنه، بس بيلحقوا هانز وبينقذوا منهم، وبيكون هانز هزم التلاته اللي في الفريق التاني لوحده. وبنعرف بعد كده ان الراجل اللي كان نايم قال لزمايله قبل ما يدخلوا انهم لازم يدخلوا دلوقتي عشان من السهل يقعدوا على الكرسي في اول جولتين، بعد كده المنافسه هتبقى صعبه جدا. وهما بيقولوا له بس من الصعب اننا ناخد تاج من البنت دي واللي بتكون اناك. قال لهم انا هعرف اخده، وكل اللي عليكم انكم تبعدوا اصحابها عنها. ووقت المعركه بيصحى وبيهجم على اناك بتقنيه قويه جدا، وقت ما اصحابها بيكونوا متشتتين، والكل بيتصدم من انه كان مخبي قوته كل الوقت ده، بس اناك بتنط بعيد عن الضربه وبتنزل على الكرسي تاني وبيضرب نفس التقنيه من تاني، والمره دي بتيجي فيها بس لسه واقفه على كرسي برضه، وبتتضايق جدا وبيقول لها استسلمي، بس اناك ما بتستسلمش وبتطلع قوه مذهله بالسيف بتاعها وبتفضل تهجم على الولد اللي ضربها. وبيكون ليورو بيتابع المعركه ولسه هيتكلم عن السلاح بتاع اناك، بس التمساح بيقول السلاح ده خطير جدا، وبنعرف بعدها ان السلاح ده اسمه سلاح ايكود، وكون بيقولوا المفروض ان سلاح ايكود ضد القواعد وما يكونش مع الطفله دي، ومارس الاسود اللي مع يورو بيكون مغطيه، بس فجاه مش بيعرف يتحكم فيه وبيتشال الغطا من عليه وبيفضل يتهز جامد، واناك سلاحها بيهتز برضه. بتبص على سيف يورو وبتقول مارس الاسود، ولوري بتاخد الراجل اللي نايم وبتجري هي واصحابها، وبيقول لها احنا لو رجعنا غرفه الانتظار هنخسر. بتقول له احسن من اما نموت. وشيبيستو بيقول لاناك احنا كسبنا بس مش بتديله اهتمام، وبتروح تكسر باب غرفه الانتظار بتاع يورو وبتساله انت ليه معاك مارس الاسود، انت غير جدير بيه. وبيجي شيبيستو بيقول لها احنا خسرنا عشان انت سبت العرش، وبعدها بتقول له ان ده واحد من اسلحه سلسله ال 13 شهر واللي صنعها الحرفي اشول. فشيبيستو بيقول لها تقصد الاسلحه الاسطوريه اللي بيديها ملك البرج جهاد لاميرته، ازاي انت تعرفي الكلام ده؟ فهانز بيقول لها سلاحك من نفس ريحه سلاحه، فبتقول له اكيد ايوه، سلاحي هو واحد من نفس السلسله واسمه ابريل الاخضر وانا امير لجهاد. وبتقول ليورو هات السلاح ده، فبيقول لها لا طبعا ده انا استعرته من يوري مش هديه لحد، وبتكون عايزه تهجم عليه، بس يورو بيوقفها وبتعمل مع يورو رهان لو فضل فريقه لحد نهايه لعبه التاج تاخد ابريل الاخضر، ولو ما كملش فريقك هاخد مارس الاسود، بس هو مش بيوافق. وكون بينادي على التمساح وبيقول له وقتنا جه عشان نشارك. واثناء لما كانت اناك ماشيه في واحده من الثلاثه الجدد بتقول لها حاجه تضايقها، بس شيبيسو وهانز بيوقفوا اناك عشان ما تعملش حاجه، وبيدخل فريق يورو الساحه، ويورو بيفتكر كلام رهيل وهي بتعلمه انه ما يخونش حد وبالذات البنات، وبيقول له كون انا ضعيف وماليش فايده. فكون بيقول له بس مع انك ضعيف حافظت على وعدك وحياتك في خطر، وانا نفسي ما اقدرش اعمل كده. وبيكون اتحدد الفرق اللي هتشارك في الجوله الثالثه، وبيكون في 3 فرق كمان غيرهم شاركت في الجوله، وبتحاول كل فرقه انها تاخد التاج، بس يكون بيعمل تقنيه رياح قويه جدا وبياخد التاج في ايده وبيحطه في الشنطه وبيقول اللي عايزه يحاول يهجم عليا، وكل الفرق بتهجم عليه بس هو بيصد ضرباتهم وبيرمي التاج على الارض وبيقعد على الكرسي وبيقول لهم هاجموا بعض، وفعلا بيهجموا على بعض، وكون بيضحك عليهم عشان هو رمى تاج مزيف وهو اصلا معاه التاج الاصلي. ويورو بيقعد على الكرسي، والبنت اللي مع رهيل بتجهز نفسها تدخل الجوله اللي جايه، وبتسال رهيل عادي لو قتلتهم كلهم، فرهيل بتبص على يورو وبتقول لها ايوه عادي. وكون بيكون معاه التاج الاصلي وبيحدفوا اليورو وهو على الكرسي. بعد كده بيطلع من شنطته تيجان كتير جدا، والكل بيستغرب، وبتكون الشنطه دي قدرتها انها بتنسخ اي حاجه، وكل الفرق بتتضايق جدا من انه غفلهم وبيهجموا عليه، بس راكي التمساح بيدافع عنه وبيضربهم كلهم ضربه واحده وبيكسبوا الجوله. وكون بعدها بيلبس يورو التاج، والبنت اللي مع رهيل بتقول هم واثقين قوي من نفسهم، ورهيل بتقول لها ما تضغطش على الزرار دلوقتي عشان ما يدخلوش الجوله الرابعه. قالت لها ماشي هسيبهم يفرحوا شويه كمان. وراك بيطلب من كون شوكولاته كمان بعد ما اداله كتير جدا بسبب الشنطه اللي بتنسخ الحاجات، وكون بيعرفوا ان ليها حدود، وبتبدا الجوله الرابعه وبتدخل 3 فرق، والراك بيقول انا ههزمهم بسهوله، بس كون بيقول له لازم نستريح شويه عشان اقوى الفرق هتدخل الجوله اللي جايه، وبيروح يقعد جنب يورو وبينام على رجله. وواحد من الفرق ال3 دول بيقترح انهم يتحالفوا سوا عشان يكسبوا فريق يورو وكون وراك، بس في فرقه من ال3 مش بتسمع الكلام وبتهجم على فرقه وبتكسبهم، وبيروحوا يهجموا على الفرق ال3. ويورو بيسال كون على انه يعرف ان ده اللي هيحصل، فبيقول له ايوه دول في صفنا اصلا. وبيفكروا بالاختبار الاول لما كان المفروض يقللوا العدد ل 200، وبيعرفوا انه اتحالف معاهم وخباهم في شنطته بغرض انهم يساعدوه بعدين، وبيعرفوا ان محدش لاحظ كده غير المشرف يوهان، عشان كده قالوا شنطتك دي تقيله من مجرد النظر ليها، وخرجهم من الشنطه فتره الاستراحه بعد الاختبار الثالث. ولما ربط شعره في اول الجوله الرابعه كان عشان يبين لهم انه محتاج مساعدتهم، وفعلا الفريق الثالث ده بيهزم الفريقين التانيين وبيدخل غرفه الانتظار عشان يخسر. ويورو بيكلم كون انه ذكي في اللي عمله، وكون بيعرفه انه عمل كده عشان عايز يكسب ويطلع البرج معاهم، بس في الحقيقه كون بيفكر من جوه انه عمل كده عشان يخلي يورو يكسب ويطلع البرج ويحقق اللي هو عايزه. وبيتم اعلان نهايه الجوله الرابعه واللي كسبها هو فريق يورو، وبتبدا الجوله الخامسه والاخيره، وبيكون شيبيسو فرحان انهم كسبوا، وبيضايق اناك انها كده هتخسر الرهان. وبيدخل 4 فرق من ضمنهم فرقه رهيل، والتمساح بيلاقي واحده اسمها ميني بتهزم فرقتين لوحدها. بعد كده بتدخل على التمساح وبتضربه وبتروح على يورو عشان تاخد التاج، لكن البنت اللي
مع رهيل بتحميه وبتضربها، والفريق التاني منه واحد سياف بيهجم على كون بس هو بيتصدى ليه، ورهيل بتقف جنب يورو وبتقول له ما تقلقش احنا مش هنسرق التاج، وبيحاول انه ينادي عليهم ويكلمها بس هي مش بترد، وبيجي يقوم من على الكرسي بس صاحبها الضخم اللي معاها بيقف قدامه، وراك بيسأل كون هو يعرفهم ولا لا واللي بيساعدوهم، فكون بيقول له معرفش بس هم مش همهم التاج، وبيبص على الوقت بيلاقي ان خلاص ما عادش غير 30 ثانيه ويكسبوا، بس ميني بتهرب من البنت التانيه وبتهجم بعدها على يورو، ورهيل بتحاول توقفها بس بتتضرب، واول لما يورو بيشوفها بتجيب دم وبتقع على الارض بيسيب التاج والكرسي وبيجري عشان ينقذها، وميني بتضربه على دماغه جامد وبيتعور، وبيقول لنفسه انا اسف وبيعتذر لفرقته بس لازم احمي رهيل، وبتطلع منه قوه جباره جدا، وقناع ميني بيتكسر وبتتعور، ويورو بيمسك السيف وعايز يقضي عليها بس الزمن بيقف فجاه وبتطلع البنت اللي في السيف وبتخليه ينام، ورهيل بتكون مصدومه جدا وبتنادي باسمه، وبنشوف يوري لسه هي وفان بيحاولوا يطلعوا للدور بتاع الاختبارات، وبيكون معاهم 2 كمان، ويورو بيكون في الاوضه مغمى عليه وكون قاعد معاه، وبنشوف يوهان بيقول لليرو ان لعبه التاج انتهت من غير ما يكسب حد والتاج اتدمر، وليرو ادى 3 ايام راحه للمشتركين، وليرو بعدها بيقول الفريق اللي سبب مشاكل في الساحه الثانيه كان من الغريب انهم ما يهتموش بالتاج بس في بنت ليها علاقه مع حد في الفريق الثاني، والقواعد بتقول ان ممنوع مشاركه اللي بتربطهم معرفه ببعض في الاختبار. بعد كده ليرو وهو ماشي بيساله هل شفت او سمعت حد قبل كده استعمل الشينسو من غير قيود، ودي هي القوه اللي استخدمها يورو، وبيكون يورو مش عامل عقد مع مشرف، قال له ايوه انا سمعت عن ناس زي كده بس ده مخالف لقواعد البرج زي واحد اسمه اوريك غير مختار، وهو ماشي بيفكر في قوه يورو وبيقول ده مش مجرد تحكم في الشينسو خالص، ده يورو هو الشينسو نفسه، وكون بيكون في الاوضه بيكلم يورو وبيقول له انت لازم تصحى وتفوق عشان الاختبار هيبدا بكره عشان ما تخسرش لانه مغمى عليه لسه، ورهيل بتروح تزوره في الاوضه وبتقول لكون انا رهيل. بنشوف بعد كده ذكريات ليورو مع رهيل وهي بتتكلم عن النجوم والسماء وهي جميله ازاي، وبعد كده بنلاقي رهيل عند يورو في الاوضه بتحكي لكون عن علاقتهم ببعض، وبتقول له لما يفوق يقول له انها مش رهيل عشان وهما مع بعض هتحصل مشاكل، كون بيفكر في اخته وان رهيل بتعمل زيها وبتفكر في نفسها بس، والتمساح بيروح يزور يورو في الاوضه، واناك بتاخد سيف مارس الاسود تسرقه، وبتقول لشيبيسو ان السيوف مش بتتكلم مع البنات، وهو بيمسك السيف فبيتكهرب، وهي خارجه من الاوضه بتلاقي البنت اللي في فريق رهيل بتقول لها صاحبه السيف ده هي من ضمن اميرات جهاد اللي اختارهم في ال 500 عام اللي فاتوا، وكانت الصياده العبقريه الوحيده اللي خدت واحد من سلسله ال 13 شهر، وبتقول على اناك مزيفه، ويورو اخيرا بيصحى وكون وراك بيفرحوا، وكون بيقول له انت نايم بقالك 5 ايام والاختبار اللي فات كان امبارح، وريح بالك انت ما خرجتش من الاختبار ولا حاجه انت محظوظ، وبيحكي له بعدها عن الاختبار واللي كان عباره عن اختيار المركز، وليرو بيعرفهم ان الاختبار الرابع هيبدا بعد ما يعرفوا مراكزهم، وان في 5 مراكز وهما الصياد والرماح وحارس الفنار والمستطلع ومستعمل الموجات واللي هو مستعمل الشينسو، وكون بيعرف يورو ان اللي هيدرب مستعملي الموجات هيجي بعد يومين، ويورو بيكون مستعمل موجات وبيعرفوا ان البنت بخير ومش هي اللي بيدور عليها، وجاب له تيشيرت جديد من مكان تاني، وبعدها كون بيقول له افترض انها اللي بتدور عليها بس هي مش عايزاك كده مفيش ليك حل غير انك تبقى اقوى وتطلع البرج، ويورو بعدها بيكون في حصه مع مدرب مستعملي الشينسو وبيعرفهم كلهم انهم لازم يعملوا عقد مع المشرف في كل دور، وبيعرفهم يعملوا ايه، وبيجربوا يورو فبيشوف وحش شكله غريب وبيكون ضخم جدا، وبيعرفوا انه لو عمل عقد معاه هيبقى زي اصفاد بالنسبه له، وفعلا بيعمل معاه العقد، وفي اخر الحصه لوري وزميلها هو بيتعرفوا على يورو، ويورو لما بيرجع الاوضه كون بيقول له انا درسي كان سهل قوي، فيورو بيساله عن راك فبيقول له هو في درس الرماح ولازم يسيب هدف بعيد جدا، وشينيسو وهانز بيروحوا لهم الاوضه وبيقولوا احنا عايزين منكم طلب، ورهيل بتحلم بيورو انه سابها ومشي عشان بقى معاه اصحاب كتير، وفي قاعه الاكل بيكونوا قاعدين كلهم مع يورو في نفس الترابيزه، وبتيجي البنت اللي مع رهيل بتعرفهم على نفسها وبتقول لهم ان اسمها اندورسي وبتقعد معاهم، وشينيسو بيعاملها كويس عشان هو مستطلع واختياره انه يعمل 10 صداقات في اسبوع، وعشان كده كانوا راحوا لكون وهانز الاوضه، وكون مش بيرضى يتصاحب عليهم عشان صاحبتهم اناك سرقت سيف مارس الاسود، بس هم بيعرفوه انها قطعت علاقتها بيهم وهم كمان قطعوا علاقتهم بيها، ويورو بيوافق وبيخلي كون يوافق، وبتيجي اناك وبتعرفهم ان اندورسي اميره جهاد، وكلهم بيتفاجئوا عشان كده في اميرتين في الساحه معاهم وده تلاعب بالقواعد، ويورو بيبص على السيف وهو مع اناك بس هي بتقول له مش هديك السيف، ويورو بيسال اندورسي اذا كانوا هم اخوات يوري بس هي بترد عليها انهم مش اخوات بالمعنى الصحيح، وهم بالنسبه للملك جهاد زي الاحذيه بماركه نظيفه، وفي اليوم الثاني بيكون في لعبه على عواميد طويله على اللي يوقع الثاني لحد لما يتبقى 8 اشخاص بس، وبيتوزعوا كل 2 ضد بعض بس من غير اسلحه، وبيكون معاهم سلاح من المشرف بس على كل عمود على ارتفاع عالي، وبتكون اندورسي ضد اناك، وكون وقت الدرس بتاعه على الكمبيوتر بيعرف ان راك نجح في الاختبار ومش بيعرف غير معلومات قليله عن رهيل ويورو، وبيبحث عن معلومات على اناك وبيلاقيها انهم اختاروها تبقى امير الجهاد بعد ما بقت مصنفه، وبيستغرب ازاي كده وهي لسه بتحاول تكسب الاختبارات عشان تطلع البرج وهي اصلا ميته، وبتجري اندورسي منها وبتجري وراها اناك وبتوقع كذا
كذا واحد وهم بيتنقلوا من عمود لعمود، واندورسي بتقول لها كده بقينا 9 وعايزه توقع واحد كمان وتغيظ اناك، وبتقول لها ابقي تعالي لما يكون معاكي ابريل الاخضر، واناك بتتعصب وبتعمل شينسو على جسمها وبتضربها، بس اندورسي بتصد الضربه وبتوقعها وبتناديها بتقول لها يا بنت اختي، واناك بتشوف ذكريات عن والدتها وبتحكي لاندورسي ان امها كانت فرحانه جدا واتجوزت شيف فراخ، واخواتها الاميرات هم اللي موتوا جوزها، وبتقول لها انا جيت البرج عشان اقتل كل من يحمل اسم جهاد وانتقم من الكل وانت اولهم. بعد كده بنسمع بنت بتحكي قصه الملك جهاد، وانه اول واحد طلع البرج وهو اللي بنى المملكه اللي موجوده دلوقتي، وكمان البنات اللي هو بيختار انه يديها هبه منه بتتسمى باميرات جهاد، وبيتمنع عنهم انهم يتجوزوا ابدا عشان محدش يورث قوتهم. وبنشوف اناك في معركه مع واحده من اميرات جهاد واللي بتكون اندورسي، وبتكون اناك متضايقه جدا منها عشان بتقول ان امها ولدتها، ودي جريمه عشان القوه اللي ورثتها من امها مش من حقها. وبتشوف اناك ذكريات لامها وهي بتديها جوهره خضراء، وبعد كده اناك بتوقع اندورسي من ارتفاع عالي، واندورسي بتشدها معاها وبتوقعها، وبعدها بتقول لها ان امها كانت طيبه معاها جدا اول لما بقت هي اميره، واناك بتفتكر امها وهي كانت في حريق كبير، وبتقول لها تمشي وتمسك ايد الراجل ده مهما حصل، وهي كانت صغيره وقتها واديتها الجوهره تاني. وبيكون يورو بيتعلم ازاي يتحكم في الشينسو هو وباقي زمايله اللي زيه، وهو بيكون متضايق جدا من لوري عشان بيساعد يورو وبيحبه، وكون بياخد يورو وبيقعد يحكي له على اللي حصل مع اناك. واثناء لما كانوا قاعدين بيجي هانزو ومعاه شيبيسو وهو بيعيط عشان الميعاد بتاعه النهارده ولسه ما جمعش ال10 اصدقاء وباقي له 2، ويورو بيقنع كون انهم يساعدوهم عشان ما يخسروش، وفعلا كون بيقتنع. واندورسي بتكون نايمه في اوضتها ورجليها وجعاها جدا، وبتشوف النقط بتاعتها عشان بتشتري بيهم اكل وعلاج، ومش بتلاقي معاها ما يكفي يجيب اكل وهي جعانه جدا. فبيدخل هانزو ويورو ومعاهم وجبه اكل ليها، وبيعرضوا عليها انها تصاحبهم عشان ما يخسروش وتكتب اسمها في ورقه هانزو وشيبيسو، وفي المقابل يجيبوا لها اكل كل يوم لحد نهايه الاختبارات. وبيروحوا كمان لاناك وبيحاولوا يقنعوها، وفعلا بينجحوا وبيكتبوا اسماء اناك واندورسي، وهانزو وشيبيسو بيشكروا كون ويورو عشان ساعدوهم. وبنشوف ان راهيل مش بتاكل غير تفاح دايما، وبتبص على يورو وهو قاعد مع اصحابه، وبيكون وقت الغداء وبتمشي بعدها، واندورسي بتلاحظها وبتروح وراها الحمام وبتقول لها عدى وقت كبير يا ميشيل لايت، او اقصد يا راهيل. فراهيل بتقول لها لما كل واحدنا قولي لي راهيل عادي، وبتقول لها عن يورو انه طيب جدا وبيعمل كل ده علشانها، وبتسالها هي بتتجاهله ليه، بس راهيل بتسيبها وبتمشي. وهي ماشيه اندورسي بتقول لها يا ريت اللي نفسك فيه في قمه البرج يكون اهم منه، وهو بيتكلم مع لوري عن يورو ازاي هو قوي كده وهو لسه مش بيعرف يتحكم في الشينسو. وبعد كده بيروح الاوضه بعد التدريب وبيكون تعبان ومرهق جدا، بس في حد بيخبط على الباب وبيسيب جواب، ولما بيفتح الجواب بيتصدم من اللي مكتوب فيه. وبعد كده ليرو بيتكلم مع يوهان عن الاختبار الرابع اللي جاي، وانه هيكون اختبار مشترك للعبه المطارده، وبيجي كونت واللي كان مشرف على ال3 اللي في الساحه الثانيه، وبيقول انه عايز يبقى هو المشرف في الاختبار ده، وفعلا يوهان بيوافق. وليرو بيشرح لكل قواعد الاختبار، وهيكونوا ال 28 واحد اللي مش نجحوا عشان ما نجحش غير 2، وهم راكي التمساح والراجل اللي مع راهيل في الفريق، وهيكون ال 28 مقسومين لفريقين، فريق A وفريق B، وعشان الفريق يكسب في واحد هيلبس شاره ومصنف هيلبس شاره التاني، ولازم يوصلوا للهدف، ولو وصلوا بيكسب كل واحد في الفريق 100,000 نقطه، ولو سرقوا شاره المصنف بياخد كل واحد 200,000 نقطه، والفريق التاني بيخسر بعدها. ويورو بيكون في الفريق B، وكون بيكون في الفريق A، وكون بيقنع فرقته انهم يعملوا شيبيسو طعمه عشان يسرقوا شاره المصنف، وبيكون شيبيسو وكون متضايقين عشان لو هم كسبوا معنى كده ان يورو هيخسر وهيسقط في الاختبار. وفعلا بيجي كونتو وبيحاولوا يوقعوه في الفخ بس مش بيعرفوا، وبيتضايق جدا منهم عشان حاولوا يسرقوا شرطه. وبعد كده ليرو بيتكلم مع يوهان ان دي مشكله كونت، لانه بيتضايق ومش بيعرف يتحكم في نفسه، وممكن يطلع قوته كامله ضد خصم ضعيف جدا، بس كنت بيتحكم في نفسه وغضبه، وبيقول لهم هديكوا فرصه 111 ثانيه وارجع اجري وراكم. وليرو بيستغرب ازاي يكون عمل خطه ضعيفه زي دي وهو عارف ان كنت مصنف وقوي وحاسس انه مخبي حاجه. والفريق التاني بيكون قاعد بيتفرج على فرقه كل حد لما يخلص، واندورسي بتشوف يورو متوتر فبتقعد جنبه وبتساله متوتر ليه، فبيعرفها انه مش لاقي ميشيل عشان كده عايز يكلمها، وبيسالها هي تحالفت معاها في فريق واحد ليه، فبتقول له عشان كانت هي والتاني بس اللي عايشين. وبيشوفوا بعد كده اناك بتركب الاسانسير عشان توصل للهدف، وكون بيعرفهم ان الوقت خلص، وكون تتحرك وكل واحد يقف في مكانه عشان اناك قدامها 10 دقايق لحد لما توصل ويكسبوا، وعلى الاقل يعطلوه لمده 5 دقايق. وكنت بيطلع على السلم وبيكونوا اكتريتهم متفرقين على السلم عشان يقتلوه، بس هو بيهزمهم كلهم، والفريق التاني بيتفرج وهو فرحان عشان يعتبر شايفينهم بيخسروا. وكون بيبلغهم ان الدفاع اللي على السلم كلهم وقعوا، وكنت
في طريقه للشاره، وهو مخلي لوري على خط البدايه عشان اصلا هو كده كده هينجح مش محتاج الاختبار ده. وليرو بيقول ليوهان خلاص الفريق ايه يعتبر خسر عشان كنت قرب يوصل لاناك وانتهت حيل كون انهم يكسبوا. وبعدها راك بيقول لهم محدش يستهين بيه، هو اكيد عنده خطه. وليرو بيقول صح، ممكن يكون نسخ الجسر بالشنطه بتاعته. فيوهان بيقول له انا استخدمت الشينسو عشان امنع النسخ او الضغط، وشيبيسو بيطلع الدور اللي فيه اناك عشان يحميه، بس بيجي كونتو بيضربه هو وكل اللي معاه. وكنت بيستغرب من شيبيسو لان بيضحي كده عشان صحابه وهو كده كده ناجح. واول لما كنت بيوصل الجسر بيلاقي كون هو اللي واقف مش اناك، وبيستغرب انها لسه ما وصلتش. وكون بيقول له هي نطت من على الجسر عشان توصل اسرع. فكنت بيضحك ومش بيصدق عشان الارتفاع بيكون عالي جدا. وكون بيحاول يقنعه عشان ينط من فوق الجسر. وبنعرف بعد كده ان اناك كون كان مخبيها تحت الجسر على الفنار بتاعه، ولسه بيقنع كنت انه ينط من فوق الجسر. بس كنت بيكتشف ده وبياخد كون وبينط بيه عشان لما يقع من الارتفاع ده عظمه هيتكسر، وكمان الفنار بتاعه هيقع باناك. بس كون بيكون متوقع ده، وهو بيقع بيسيب ايد كونتو واناك بتمسكه بقدره السيف بتاعها، وبيخلي الفنار يطلعها على الجسر تاني. ويورو بيكون فرحان من ذكاء كون. وليرو بيقول كده الفريق ايه هيكسب، بس عشان كنت الشينسو بتاعه قل قوي ومش هيقدر يطلع تاني لان الارتفاع عالي جدا. بس يوهان بيقول له ما تتسرعش، وبنشوف كنت واقف تحت متضايق جدا، بس في حد بيكلمه وبيقول له باين انك محتاج مساعده. واناك اول لما بتقرب بتوصل عند اول الجسر، فبتلاقي كنت مستنيها وبيهجم عليها، وكمان بيسرق الشاره بتاعتها. وبيتم اعلان خساره الفريق ايه، والفريق التاني كله بيفرح انهم خسروا. وكون بيقعد بعد كده مع فرقته وبيقول ان دي غلطته عشان هو كان قائد الفريق وبسببه خسروا، وبيتاسف لهم. بس كلهم بيقولوا ان خطته كانت كويسه جدا وخلت المصنف يعاني قدامهم مرتين. بعد كده بنرجع لما في واحد راح لكونتا عشان يساعده، وبيتضح انه كان لوري وكون عشان فرقته تخسر ويسيب فرصه ليورو انه يكسب. وليرو بيكلم يوهان بيساله هو ليه عمل كده وبيخون فرقته، فبيعرفوا ان نجاح كون واناك وشيبيسو ولوري مضمون يعتبر في اختبارات المراكز في الاختبارات، عشان كده ساب فرصه ليورو. وبنشوف كونتا قاعد متضايق عشان كون قال له على شرط عشان يخليه يطلع على الجسر، وبسبب كده هو متضايق جدا. والفريق بتاع يورو بيتخانقوا على اللي يبقى القائد، وفي النهايه اندورس هي اللي بتكون القائده وهي بتفرقهم على حسب خطتها. وبنشوف حوار بيدور بين هو وسيرينا وبتحكي له عن ماضيها وانها كانت حراميه وحصل وقتها حادث وفي مصنف قتل كل اصحابها، وفجاه ظهر قدامها شخص وهو اللي جابها هنا، والشخص ده هو هيدون. وفجاه المصنف بيوصل وكل واحد مستعد في مكانه، واندورسي بعدها بتقول خطتي نجحت. وبيتضح بعد كده ان اندورسي جمعت كل الصيادين في مكان واحد مش عشان يهزموا المصنف، لا ده عشان تقتلهم وتضمن نجاحها في اختبار المراكز عشان هتبقى لوحدها. وبتقول هو ده معنى انك تطلع البرج يا يورو مع البنت اللي انت عايزها، لو عايز فعلا وعندك عزيمه روح لرهيل. وهانز بيكون مستني كنت على اول السلم ومعاه 2 ماسكين رمح بس بيخليهم يستخبوا، وبتحصل بينه وبين كنت معركه. والراك وهو بيتفرج بيقول هو كنت متعصب ليه، مش هو كسب كون؟ فيوهان بيرد عليه بيقول له بالعكس ده خسر خساره كبيره كمصنف. وبنرجع لاندورسي وبتفضل تضرب في الاثنين، ويورو بيقول لها احنا في فريق واحد، فبتقول له احنا من الغلط نكون في فريق واحد عشان احنا منافسين في اختبار المراكز. ومهما يحاول معاها مش بتوقف الضرب فيهم. وفجاه بيقوم واحد منهم معاه سيف وبيقول انت استهنت بيا يا اميرة جهاد، وبيكلم السيف وبيطلع قوه كبيره جدا. وبيكون هانز لسه بيقاتل كنت، بس كنت بيهزمه، لكن هانز بيمسك فيه وبينادي للاثنين اللي معاهم رمح عشان يهجموا عليه، بس بيكونوا هم هربوا اصلا وسابوه لوحده. بس كنت بعد ما بيهزمهم بيروح يضربهم. وبعد كده بنرجع وبنشوف يورو بيصد الهجوم لوحده عشان يحمي اندورسي، وبيقع بعدها على الارض. واندورسي بتتفاجئ ان الواد ده معاه سلاح ايقاد. وبعد كده هو بيروح لميشيل وبيتكلم معاها وبيقول لها انا جات لي رساله ان لو اتخلصت منك يورو هيختفي، وبيحاول بعدها يقتلها. والمدير يوهان بيوقف البث عند الفريق ايه عشان محدش يشوف ايه اللي بيحصل. وليرو بيقول ان في حاله طوارئ، ويوهان بيقول له مش هينفع نوقف الاختبار. ويورو بيقول لاندورسي انا مش هخون حد عشان تطلع البرج، ومش عايز راهيل تعمل كده برضه عشان كده لازم احميها. واندورسي بتقول له بس هي مش عايزه كده، فبيقول لها حتى لو كرهتني هفضل احميها. وبينزل عشان يروح لها بس مش بيلاقي لها اي اشاره. وبيكون هو ماسك راهيل وبيقول اول لما يورو هيلاحظ اختفائها هيجي، بس بيلاقي كنت وراه بيحاول يوقفه. وكنت بيقول انا مش مصدق ان كلامه طلع صح. هو بيستغرب وبيقول له كلام مين. ويورو بيوصل بعد كده وبيستغرب لما بيلاقي هو عايز يقتل راهيل، وهو بيقول مش معقول الرساله كانت فخ. وبيقول ليورو دي غلطتك عشان اظهرت قوتك، وعايزه يقاتل المصنف وكنت بيعمل تقنيه شينسو على يورو فبتشل حركته لفتره صغيره. وبيفهم يورو هو عمل ايه عشان يعملها على هو، وفعلا بيعمل نفس التقنيه على هو بس بيكون هو طعن راهيل في ظهرها. وفجاه بيختفي الراجل اللي معاها في الفريق من جنب راك بدون اي سبب، وكنت مش بيصدق انه قدر فعلا ينسخ تقنيه مصنف. ويورو بيروح يمسك راهيل وهي بتساله انت ليه جيت ورايا، مش قلت لك ما تجيش؟ ويورو بيتضايق وبيقول له ليه عملت كده، فبيقول له عشان اعرف اطلع البرج، عشان انت البرج اختارك ولو فضلت انا هخسر وده الحل الوحيد عشان ما تكملش. ويورو بيقول له احنا اصحاب ليه عملت كده؟ هو بيضحك عليه وبيحكي له ان بسبب ضعفه كل اللي حواليه ماتوا وما عادش يعرف اي حد. وبيعيط وبيقول له انا ما قتلتش راهيل عشان ما تطلعش
تطلعش البرج، لا ده عشان انا كرهتك، وبيقتل بعدها نفسه. وبتيجي اندورسي وبتقول له انا كنت عارفه ان كل ده هيحصل، ومعاها السيف بتاع الواد اللي كانت بتقتله، وسيرينا بتقول لها ده سيف تشونا، وبتضربها بعد كده بالقلم. واندورسي بتقول احنا لو ما خلصناش بسرعه راهيل هتموت هي كمان. وبتقول ليورو انا مش عارفه هي عاجباك ليه، بس انا برضو عندي شخص عايز اطلع البرج معاه. وبتفكر في اناك واتخلصت من بعض العقبات عشان تضمن ده، وانت لازم تعمل كده. وبتحصل معركه بين اندورسي وكنت على اللي ياخد شرط تاني ويكسب، ويورو بيساعدها وبيعمل عليه تقنيه الشينسو اللي بتشل الحركه. واندورسي بعدها بتضربه بسلاح الايقاد، لكن كنت بيهجم بسرعه على اندورسي وبياخد منها الشاره، وهي بتتصدم وبتمشي لحد عنده، وهو بيقول لهم انتوا خسرتوا. بس اندورسي بتضحك عليه وبتقول له انت مش معاك شرطي، عشان هي اصلا كانت عامله فيه مقلب، وبتكون مخبيه شريطها وسرقت الشاره بتاعته منه. وبيتم الاعلان عن الفريق بيه كسبان. وراك بيحكي لهم عن الراجل اللي فجاه اختفى من جنبه، وكون بيسال اندورسي عشان هو من فريقه لو هي تعرف عنه اي حاجه، لكنها بتقول له انها ما تعرفش عنه حاجه. واول مره قابلته كان مع راهيل، وكون بيروح الاوضه وبيقول ان خطته حصلت بالظبط، وبيكون هو اللي مخطط من بدايه الاختبار مين هيكسب ومين هيخسر، وهو اللي بعت رساله لهو عشان يوتره، وهو اللي قال كنت يخلي باله من هو. وفي الاخر فعلا الخطه حصلت زي ما هو عاوز. وبنشوف ان لسه يوري بتحاول تطلع البرج، وايفان بيساعدها ومعاهم الاتنين صحابهم. وراك التمساح بيروح يخبط على كون في الاوضه، وكل ما بيفتح بيلاقي راك بقى قصير جدا، فبيقول له فين ابوك؟ فراك بيضربه بعدها وبيقول له كل ده بسبب القزم الصغير، وبيقصد المدير يوهان عشان قابله في الطريق. وراك قال له انت قصير جدا، فراح يوهان مصغر حجمه وبيقول له كون كبرني تاني بشنطتك، بس كون بيقول له مش عندي تقنيه التضخيم. وبيكون راك عايز يروح ليورو، بس كون بيقول له سيبه لوحده، هو اصلا مش عايز يطلع يكمل الاختبارات. فراك بيقول له انا هقنعه يكمل. واثناء لما كان خارج بيلاقي يورو اصلا كان جاي لهم، فيورو بيقول لهم ان اصابه راهيل خلتها مش هتعرف تقف على رجلها طول حياتها، وعشان كده هو هيبقى رجليها وهيطلع البرج عشانها وهياخدها معاها وعايز مساعدتهم. فكون بيقول له حضر نفسك عشان حتى لو تعبت في نص الطريق انا مش هسيبك. وبيقول لهم في طلب تاني، وبياخدهم ومعاهم راهيل عشان يزوروا في المقابر، وبيدعي كل اصحابهم عشان يودعوه. وسيرينا بتتفاجئ انهم عملوا كده، ويورو بيشكر راهيل عشان حضرت جنازه هو. بس راهيل بتعيط وبتقول له انا اتخليت عنك وسبتك عشان عايز اشوف النجوم واللي بتكون في اخر البرج، وانت كنت ضعيف وجاهل ودايما بتتبعني وكنت هتعطلني. انا مش راهيل اللي انت حبيتها، عشان كده تخلى عني برضو، انت مش هتحتاجني. بس يورو بيقول لها انت غير اي حد من صحابي وعمري ما اتخلى عنك. وهي بتعيط اكتر وبتتاسف له تاني. وبالليل بتكون سيرينا ماشيه وهتسيبهم، بس شيبيسو بيكون حاسس ان ده هيحصل وبيحاول يقنعها، بس هي مش بترضى وبتديله الخنجر بتاعها وبتمشي بعدها. وبنشوف ان كون راح لليرو عشان عايز منه حاجه، وبيكون في حد واقف في كهف وبيقول انا هستعيد ابريل الاخضر ومارس الاسود. فبيجي له يوهان وبيقول له بتعمل ايه هنا يا يوجا، ولا ناديك باسم رين. ورين بيطلع تعبان وبيهجم على يوهانا عشان ياكله، بس يوهان بيطلع وحش اقوى وبيقتل التعبان. ويوهان بيقول له انت من مصنفين جهاد ومش عايز اقتلك، انت مهمتك انك تستعيد ابريل الاخضر ومارس الاسود وكمان تقتل اناك، فانا هساعدك تعمل كده. وبيروح ليرو بيقول لي يوهان حان الوقت. وبنشوف انه لما كان مع كون فكون وراله الرساله بتاعت هو، وبيقول في حد منكم هو اللي حطها له. ويوهان بيقول ليرو بعد كده يا ريت ما تحصلش حاجه وقت اعلان نتائج الاختبار. وبيتم اعلان الناجحين من ضمنهم كون ويورو وراهيل، بس راهيل هتفشل بسبب اصابتها. ويورو بيكون عايز يعترض بس كون بيوقفه، وبيطلع واحد بيقول انا كنت من الفريق بيه اللي كسب، ازاي مش ناجح؟ فيوهان بيقول له انت معترض تعالى هنا، وبيعرفه انه لو استحمل دقيقه هينجح. ويوهان بيعمل عليه تقنيه قويه جدا وبيفقد الوعي ومش بيكمل، فكون بعدها بيعترض. فيوهان بيقول له تعالى هنا وبيساله انت معترض ليه؟ فبيقول له عشان عايز راهيل تشترك عشان صاحبي عايز كده. فبيقول له لا مش هينفع عشان حالتها الجسديه القواعد بتمنع كده. فكون بيقول له المشرف هو اللي بيحدد قواعد الاختبار، وبيفتكر كلام ليرو وهو كان معاه، وان جهاد وهو بيطلع البرج دخل اختبار صعب جدا عشان يبقى مشرف واستحق انه يكون ملك البرج. فبيقول كل يوهان انا عايز ادخل اختبار المشرف لو سمحت لراهيل انها تكمل. فيوهان بيقول له بس في شرط انت ما تعرفش عنه حاجه، وهو ان الوحيدين اللي بيفاوضوا على اختبار المشرف هم الغير مختارين، ارجع بقى مكانك. فيورو بعدها بيقوم وبيقول له انا غير مختار وعايز ادخل الاختبار. فيوهان بياخده بيوصله لمكان الاختبار. فبعدها ليرو بيقترح على اصحابه انهم يساعدوه، وبكده هيطلعوا البرج اسرع، بس هتتسموا بمساعدين الغير مختار، وهم بيوافقوا انهم يساعدوه في الاختبار ويطلعوا معاه، بس بيقول لهم لما نشوف نتائجه الاول. ويورو بيكون في مكان زي الفضاء وواقف قدامه وحش ضخم جدا وعينيه بتكون زرقاء، وبيكلم يورو وبيقول له انا عرفت انك هتيجي تاني يا اللي فتحت الباب بنفسك. وبيخرج تاني ليوهان، ويوهان بيساله عملت ايه؟ قال له هو وافق ان راهيل تدخل الاختبار. فيوهان بيقول له تمام الاختبار الاخير هيبدا، وبيكون اسمه صيد تحت الماء. وبيشرح يوهان الاختبار، بيقول ان يورو وراهيل هيبقوا في البحر جوه كره من الشينسو ودلافين اسمها دلافين الشبكه، هتصطادهم وتديهم للملكه تاكلهم مع السمك، ولو قدروا يطلعوا على الارض تاني يبقوا نجحوا. والباقي بيسالوا عن دورهم، فبيعرفهم انهم هيكونوا على الارض عشان في غيلان بتستعمل ديدان كبيره عشان تسرق السمك اللي بيجمعوا الدلافين للملكه، ولو الديدان دي كلت يورو وراهيل تبقوا خسرتوا. وبيعرفهم ان عدو الغيلان والديدان هو خنزير الارض المخطط عشان بيخافوا وبيهربوا منه. وبيقول لهم ادعوا انكم ما تقابلوش التوره عشان
عشان التور بياكل اي حاجه قدامه، حتى المصنفين بيهربوا منه، وكون بيفرقهم على كذا فريق وكل فريق بيديله مهمه. ويوري بتكون لسه مع ايفان بيحاولوا يطلعوا المكان الاختبار، وراهيل بتتكلم مع يورو على ان الاميره يوري سلفته مارس الاسود، وهو بيقول لها انا هعتذر لها عشان اناك سرقته مني. وكون بيسال شيبيسو هو ليه بيساعد يورو مع انه عارف ان دي مخاطره كبيره، فبيقول له عشان سيرينا قالت لي سبب لمعان يورو هو انه معاه الحاجه اللي كلنا فقدناها وانا مش عايزاه يفقدها، والمقصود هو حب الرهيل. وفجاه هانز بيقول لهم ياخدوا بالهم عشان في 2 اختفوا، وشيبيسو بيلاقي التور قدامه وبيبلغهم كلهم وهو مرعوب، لكن التور بيتجاهل شيبيسو وبيسيبه، بس شيبيسو بيهجم عليه يضربه بس مش بيأثر فيه، وبيكون خلاص هياكله، بس بتيجي اناك واندورسي بينقذوه، واناك بتكون عايزه تقتله لوحدها، بس اندورسي بتعمل معاها رهان وبتقول لها الرهان ان كل واحده فينا هتقتله 5 دقايق، ولو انا هزمته في ال5 دقايق بتوعي هاخد منك سيف مارس الاسود وابريل الاخضر. فبتسالها اناك بتقول لها طيب لو انا كسبت؟ فبترد عليها بتقول لها هبقى خدامه عندك طول العمر. فهانز بيبلغهم ان الغيلان والديدان بداوا يتحركوا، وكون بيقول لهم يستعدوا كلهم، والدلافين بتعمل الشبكه عشان تصطاد السمك، ويورو بيكلم راهيل اذا كانت قلقانه، بس راهيل بتقول له انا مش خايفه، وبتضحك عشان هو لسه بيحن عليها. واناك بتكون مستنيه اندورسي تخلص ال5 دقايق بتوعها عشان يبدلوا، بس اندورسي بتضرب التور، وفي الاخر التور بيجري من قدامهم وبيجي دور اناك، فبتجري وراه هي واندورسي، وبيظهر رين وهو بياكل بيتزا وبيكون في مكان لوحده، وبيقول وقعته في الفخ. وبتكون في بنت صغيره اسمها ناري بتقول لكون انا ممكن اعرف الطريق تحت الميه، وفعلا بيكون عندها القدره وبتعرف، وكون بيقول لها انت ما قلتيش ليه من زمان انك بتتحكمي في سمك البحر المقدس، وبيسالها انت تقدري تتحكمي في اي حيوان زي الدلافين او التور، فبتقول له هم مش من المستوى بتاعها بس ممكن مصنف يتحكم فيهم. واندورسي وهي بتدور على التور بتلاقيه وبيهجم عليها، بس بيكون اقوى من الاول بكتير وبيكتفها وهي مش بتقدر عليه. ورين بيقابل اناك وبيعرفها بنفسه وبيقول لها انت زي امك، وهي بتتضايق جدا لما هو بيقول لها انا عدوك الحقيقي، وبيوريها الجوهره بتاعتها واللي كانت اديتها لامها. وبيكون راكو واللي معاه عايزين يهجموا على الغيلان والديدان عشان عددهم بيكون كبير جدا، لكن كون بيقول لهم يستنوا عشان ناري عندها خطه. واناك بتقاتل رين بس هو بيكون اقوى منها بكتير وبيضربها في بطنها جامد. ولوري بيقاتل ناري وبيخبط الارض بيكسرها وبيدور على حاجه، وراك بيسال كون نضرب ولا لسه، بس بيكون مع راك رماح تاني اسمه باراسول ضرب رمح غصب عنه، الغيلان كلها جريت وراهم، واناك بتكون بتنزف دم وبتزحف على الارض عشان تجيب السيف بتاعها، بس رين بيبلعه وبيقول لها انا اللي قتلت امك وهقتلك انت كمان، بس مش هيبقى مسلي. وبيجيب التور وبيكون مكتف اندورسي كمان وبيرميها جنبها، وبتساله ان هو اللي كان بيتحكم بالتور، وكل حاجه مترتبه من الاول عشان يخلصوا من اناك عشان هي تعتبر زباله البرج وعدوه جهاد وكانت ولادتها جريمه اصلا. وبيرمي ابريل الاخضر جنب اندورسي وبيقول لها عشان تثبت انك اميره بجد اقتلي المزيفه دي عدوه الملك جهاد. ويورو بيقول لراهيل احنا قربنا نوصل، فبتقول له ايوه فعلا قربنا، وبتمسك اندورسي السيف وبتروح لاناك عشان تقتلها. وفي الوقت ده بيكون شيبيسو بيدور عليهم، وفجاه بيخاف عشان بيحس بقوه غريبه وقويه جدا، وبتظهر وراء الاميره يوري، ويوري ايديها بتنور وراهيل كمان، وبيستغرب عشان بيحس بالقوه بتتجمع جواه. وراهيل بتقول له عادي عشان احنا جوه الشينسو نفسه. واندورسي بتروح لاناك وبتقول لها خلينا نخلص الموضوع ده ونتغدى سوا، وبتديها ابريل الاخضر واناك بتديها مارس الاسود، واناك بتعمل ايقاد للسيف وبتهجم على رين، وبتساعدها اندورسي كمان، وبيضربوا رين بقوه كبيره. وراك بيكون شايل باراسول لسه وبيجروا من الغيلان، وبعد كده بيقف وبيقولوا الهروب مش من عاداتي، وبيرجع تاني وبينط يقف فوق دوده. واناك واندورسي بيفكروا انهم كده هزموا رين، بس هو بيضربهم الاثنين وبيقول لاندورسي انا هبلغ الملك جهاد انك خاينه واضطريت ان اقضي عليكي. ورين بيدوس على اناك وعايز يقتلها، بس يوري بتيجي تحدف عليه طوبه وبتقول له اللي انت عايز تقتلهم دول اخواتي، وبيكون معاها شيبيسو. ورين بيقول لها انت اميره بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له انت تعرفني اصلا؟ فبيعرفها انه من وحده قسم الانقاذ الملكي. فبتبص بتلاقي سيفها مع اندورسي، بتقول لها انا كنت سلفته لحد بس انت ريحتيني وجبتيه لحد عندي. فرين بيقول لها انا هنا بامر من الملك عشان ارجع سيوف سلسله 13 شهر. فبتقول له روح انت وانا هجمعهم. وبيكون راكو باراسول فوق الدوده بيقاتلوا الغيلان، وفجاه بيطيروا لفوق هما وباقي زمايلهم، وبيكون لوري هو اللي متحكم فيهم. ورين بيقول ليوري الملك هيتضايق لو عرف ان في اميره دفعت عن مزيفه. فيوري بتتعصب وبتكسر الارض بقوتها من غير ما تتحرك، وبتقول له انت بتهددني انا؟ مش هقول لك تاني امشي من هنا والا هقتلك. ورين بيتضايق من نظرتها ليه ومش بيعرف يمسك نفسه وبيهجم عليها، بس يوري مش بتتاثر وبتضربه بصباعها بس بتعمل انفجار. ويورو بيقول لراهيل ما تقلقيش انا هاخدك وهنطلع البرج سوا. وبنشوف ان رين خاف من ضربه يوري وبعد عنها، وكلهم بيتصدموا من قوتها. واناك بتقول دي اميره مصنفه. وباراسول بيبص على الديدان بيلاقيها بتطلع خنازير من بقها بدل السمك. وهانز بيقول له اكيد دي من خطه كون. وناري بتقول لهم احنا اكتشفنا نفق تحت الارض الدلافين بتمشي فيها عشان توصل للميه. وكون قال اكيد الخنازير بتمشي من نفس الطريق، ولو لوري هدم الطريق فكده الخنازير هتتوجه ناحيه الغيلان وبكده نخليهم يقاتلوا بعض. وبيكون لوري بينام بس بيجي له حد، وكون بيقول لهم بالظبط كده انا
ارتاح واسيب الباقي عليكم. وبيكون واقف وراه شخص شعره ابيض وعينيه زرقاء، وده واحد من الاتنين اللي كانوا مع يوري وايفان، وبياخدوا وبيروحوا مكان فاضي. وبيقول لكون انا سمعت عنك بس كنت عايز اتاكد بنفسي. وكون بيفكر انه بيستخدم الشنطه، بس هو بيقول له ما تحاولش عشان مستحيل تهزمني، وهو بيلعب في التليفون. وليرو بيقول ليوهان دي حاله طوارئ يا مدير، في دخيل، وبيكون قصدهم على يوري، وبيحاولوا يقربوا الصوره عشان يشوفوا مين الدخيل. بس الشخص اللي مع كون بيفصل من عندهم الرؤيه، وكنت بيقول انا هقتله، بس يوهان بيقول محدش يتدخل، ده اختبار تحت اداره المشرف. وبيكون هادي جدا، وليرو بيتضايق من هدوءه. وكون بيقول للولد اللي معاه ايه اللي ممكن يعوزوا حد من عيله كون مني، وبيتضح انهم من نفس العيله. فبيرد عليه بيقول له انت عايز تشوف الاميره ماريا وانا هخليك تشوفها عشان بتسلى وانا بضايق عيله كون عشان انا كمان منبوذ. وريل لسه بيهجم على يوري بكل قوته، بس يوري بتصد الهجوم بسهوله. وايفان معاه صاحبهم التاني واسمه كوردان، وبيقول له يلا بسرعه عشان خاطر اننا نسيب يوري تلعب لوحدها. لكن بيوقفهم يوهان وبيعزمهم على القهوه. وايفان بيقول له مستحيل تكون ما تعرفش ان في واحد من قتله الملك جهاد موجود في ارض الاختبار، وبيامر كوردان انه يروح ليوري. ويوهان بيقول له انا عارف انكم هنا عشان ترجعوا مارس الاسود، وانا مدير الاختبارات مهما حصل مش هخلي حد يعرف الحادث. ويوهان بيقول له من الطبيعي ان عيله جهاد تلم الزباله اللي هي رمتها. فبيكتشف ايفان ان يوهان هو اللي سايب القاتل بمزاجه. ويوري بتكون هزمت رين ومش قادر عليها وعايزه تقتله. وشيبيسو بيقول ليوري بلاش تتورطي انت عشان ما ينفعش تساعدي بنت اناك، وبيقول لها تهدى. واندورسي بتقول لها احنا هنقتله. ورين بيقول انا اصابتي شديده بس مستحيل انهم يقدروا عليا. ويوري بتقول لهم بلاش انتوا تتعاملوا معاه برضه. فرين بيقول لها قرار حكيم، بس بتنادي على كوردان وبينزل عليه بمطرقه عملاقه. وبنشوف كون بيكلم الولد من عيلته، بيقول له انا مش عايز اطلع البرج عشان ماريا اختي انا اعلى من كده. فبيرد عليه بيقول له ازاي وانت مش عارف ترفع قدامي سكينه. فبينزل هانز فجاه وبيهجم عليه، بس بيتفادى الهجوم. وبيقول له انت معاك اصحاب كويسين، بالتوفيق في اللي جاي. وبيسيبه وبيمشي. وملكه الحيتان بتفتح بقها وبتقرب عشان تبلع يورو ورهيل. ويورو بيقول لرهيل انا اتغيرت عما كنت في الكهف. وبنشوف ان كوردان قتل رين، ويوري رجعت السيف بتاعها. ورين بيقول ليورو وهو بيموت انت جايه عشان الولد ده، للاسف انا بعت له الطور. وبيكون الطور في البحر رايح ليورو ورهيل، وبيهجم الطور عليهم. ورين بيكمل كلامه انه مش هيسمح لغير مختار انه يعيش وبيموت بعدها. ويورو بتقول انا زهقت وهدم المكان ده. فيوهان بيقول لها لو عملت كده يورو هيخسر. بتقول له مش مشكله. اناك بتقول لها لا عشان احنا هنطلع البرج معاه لو نجح. واندورسي بتقول لهم هو هيبقى بخير وهينجح في الاختبار بالتاكيد. ويوري بيكون متصاب وبيحاول يضرب الطور بموجات الشينسو، وفجاه بيتحول لونها من الازرق للذهبي. بس الطور بياكل يورو، بس بعد ما بياكله بينفجر وبيطلع منه ضوء ذهبي بيلمع. وبينزل يورو على رجل رهيل. ويوري بتاخد ابريل الاخضر من اناك وبتقول لها لما تعرفي تستخدميه يبقى خديه. وبتدي ريشه بيضه لشيبيسو. وايفان بيشوف ميني وبيقول هي بتعمل ايه هنا، هي مرشده. ويورو وملكه الحيتان بتقرب تبلعهم. بيقول لرهيل انا وعدتك اننا هنطلع البرج سوا. وبيمد ايده ليها وبتقوم رهيل واقفه على رجلها وزقالي بعيد، وبتبعده عن الكوره وعن بق ملكه الحيتان في البحر. وبعد كده يورو بينزل في البحر ورهيل بتقول له انا اسفه. واخيرا النهايه، بس هيدون بيظهر وبيقول دي البدايه. وبتفتكر ذكرياتها لما كانت في الاول خالص بتقول ليورو البرج بيناديني. وبتطلع البرج بتلاقي هيدون قدامها وبيقول لها البرج ما كانش بيناديك انت. فبتترجاي انها تطلع البرج. فبيقول لها على الاختبار الاول اللي هو بتاع التعبان الفولاذي، بس هي بتقول له ده ظلم، ازاي يعدي من الاختبار ده من غير اي سلاح. فبيقول لها اتفرجي على منقذك. وبيخليها تشوف يورو وهو بيعدي الاختبار، وبيوريها كل اللي حصل بالظبط. وبيقول لها عرفت ليه البرج ما كانش اختارك؟ عشان انت ضعيفه جدا من جوه. وبتقول له ايا كان اللي هتقوله انا عايز اطلع البرج عشان اشوف النجوم. فبيقول لها انت عايزه تبقي نجمه، وبتترجاي انها هتعمل اي حاجه عشان تطلع البرج. فبيقول لها طالما انت عايزه هيكون في اختبار خاص. وبيقول لها لو عرفت تنهي قصه يورو بايدك هخليكي تطلعي البرج. وبتقول له يعني عايز نقتل يورو؟ فبيقول لها انت اصلا اتخليتي عنه، يعني مش هتفرق. وفي حاجه بتطلبها منه انه يديها سلاح عشان يورو معاه سلاح قوي. وفعلا بيديها الشخص الضخم اللي كان معاها دايما. وبيقول لها ده الحارس الشخصي بتاعك وهترجعي للحياه مره واحده لو متي. وبنشوف ذكرياتها وهي بتحكي انها دايما كانت بتخطط عشان تقتل يورو، ودايما بتغير منه عشان هو معاه كل حاجه هي عايزاها. وبنعرف ان يوهان هو اللي خلى ميني تراقب يورو عشان يعرفوا اذا كان هو جدير باللي هم عايزينه ولا لا. وميني كانت قالت لها قبل الاختبار اللي هو كان عايز يموتها فيه انها لو عايزه تطلع البرج تلزق في يورو. وميني اللي كانت حاطت الرساله لهو عشان يقتل رهيل وتشوف قوه يورو. وعشان كده الشخص التاني اختفى لما هو طعن رهيل عشان ما تموتش. وهي كانت دايما بتحاول تبعد يورو عنها عشان ما تقتلوش، بس كان دايما بيكون وراها. وبيقول لها انها الضوء اللي نور حياته، بس هي من جواها بتقول انا الظلام، وان كلامه مش بيأثر فيها وكرهته بسبب غيرتها منه. وبتقول ان هي دايما كانت عارفه بس مش بتهتم، لكن يورو هو اللي بقى النجم مش هي، وهو اللي دايما مميز. وبتقول انها طول ما هي معاه عمرها ما هتبقى نجمه زي ما هي عايزه، عشان كده ما ينفعش تطلع معاه البرج وهتبقى هي النجم مكانه. وبعد كده بنشوف رهيل الوحيده اللي طلعت على الارض بعد ما كانتها ملكه الحيتان، والكل بيسالها عن يورو بس هي بتقول ان الطور هاجمهم وبيغمى عليها. وفي الاوضه ميني بتروح تقول لها مبروك كل حاجه حصلت زي الخطه. وليرو بيكلم كون وباقي اصحاب يورو بيقول لهم احنا فتشنا
المكان كله كويس، بس ما لقيناش جثه يورو، ممكن السمك يكون كله. وبيعرفهم ان الاختبار خلص وكلهم نجحوا، وهيبقى يعرفهم اللي هيحصل بعد كده. وراك التمساح بيفضل يزعق عشان زعلان على يورو، وكلهم متضايقين وزعلانين جدا عليه. وليرو بيروح ليوهان وبيقول له انت خططت لكل ده، انت عملت ايه في راهيل؟ بيقول له انا ما عملتش حاجه، هي اللي خدت القرار بنفسها. وهانز بيقول احنا مديونين ليورو ولازم نعمل له حاجه. وكلهم بيقولوا نساعد راهيل عشان معاقه ونساعدها تطلع البرج. وكون بيقول احنا زهقنا من القواعد بتاعتهم دي، احنا هنغير البرج كله، عشان كده هنطلع مع راهيل. وراهيل لما بتصحى بتقف قدام الشباك وبتفضل تضحك على اللي عملته. وبنشوف ليرو بيلم شنطته، وكنت بيقول له انت هتسيب شغلك كمشرف؟ بيقول له ايوه، وانت تعالى معايا انا هطلع البرج عشان اعرف الحقيقه. وبعدها بنلاقي يوهان واقف بيكلم نفسه وبيقول الخطه اتعملت بالظبط، وكل اميرات جهات فاكرين ان يورو مات. وبتكون ميني ماشيه في ارض فيها ميه، وبتلاقي يورو نايم على الارض وعليه شينسو بيحميه، وهي بتقول النجوم بتنور في اي مكان. ويوهان بيهني كل اللي كسبوا الاختبار وبيقول لهم يا ريت كل واحد يلاقي الحاجه اللي هو جه علشانها. وكون بيكلم راهيل وهي قاعده على كرسي لسه، وبتكون عامله نفسها مشلوله، فبيقول لها يورو كان بيهتم بيكي. بتقول له انا عارفه. بيقول لها انت لو عارفه ما كانش زمانك هنا، يا ريتني كنت قابلت يورو قبلك. فيورو بيفوق وبيسال ميني ايه اللي حصل، وبيقول لها انا هنا ليه وفين راهيل. بتقول له انت لسه قلقان عليها بعد اللي عملته فيك. وبيفتكر بعدها لما راهيل زقته، وميني بتقول له انت عندك قوه الكل عايزها. وهو بيقول لها انا مش مهتم بكل ده. بتقول له حتى المنقذ ممكن يبقى ملك البرج ده، انت معاك مفتاح معرفه كل حاجه. وبتقول له انت اتجننت انت وراهيل بسبب رغبتكم في صعود البرج واجابه كل اللي انت عايزه في قمه البرج. لو انت عايز تعرف الاجابه خليني ادربك. ويورو بيقول لها الاجابات مش في قمه البرج، الاجابات انا هجيبها، انا اللي هكررها، وعشان كده هطلع البرج. فبترد عليه بتقول له اهلا بيك في برج الملك. وبنسمع نفس كلام بدايه الانمي، ان اي اجابه هتلاقيها في قمه البرج وكل حاجه في قمه البرج. وهي دي قصه البطل يورو وحبيبته راهيل. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل يورو هيقدر يطلع لقمه البرج؟ ويا ترى ايه اللي مستنيه هناك؟ كل دي احداث هنعرفها في الموسم الثاني من الانمي. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان ده بيشجعنا استمر. وقول لنا في التعليقات نلخص الموسم الثاني ولا لا. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.